الأسطورة كريستيانو رونالدو لعب خطوة واحدة من أنه يحقق لقب دوري مع النصر السعودي، ولكن كيفاش البلان؟ قبل ما نبداو ما تنساش تخلي معك لايك ومتابعة. كريستيانو رونالدو قاد النصر السعودي للفوز على الشباب ب4 البيوتة مقابل هدفين. النصر السعودي تقدم ثنائية في أول 10 دقائق، ولكن الشباب قدرت ترجع وقلصت الفارق عن طريق البلجيكي كاراسكو، ومن بعدها رجعت النصر وسجلت الهدف الثالث، وهذا الهدف هو اللي سجله الأسطورة كريستيانو رونالدو. سجل هدف رائع. بهذا الهدف الأسطورة كريستيانو رونالدو وصل الهدف 971 في مسيرته الكروية، وايضا وصل ل 100 هدف ليه مع النصر السعودي في الدوري السعودي في دوري روشي، وسجل هاد ال 100 هدف في 105 الماتشات. راه رقم مرعب بالنسبه لكريستيانو وبالنسبه للاعب في العمر ديالو 41 سنه، يعني 100 هدف في 105 ديال المباريات، وايضا وصل معهم ل 150 مساهمه تهديفيه في كل البطولات. فراه هذه ارقام اللي مرعبه، ولا ثاني اسرع نادي كيوصل مع رونالدو لهذا الرقم من بعد ما كان دارها مع ريال مدريد. والماتش التالق ايضا البرتغالي الاخر جواو فيليكس اللي سجل هاتريك. والنصر حاليا ب 82 نقطة، خلف الهلال ب 77 نقطة مع ماتش ناقص للهلال، وهذاك الماتش غيكون ضد النصر. يعني النصر إلى ربحت الهلال غتحسم الدوري رسميا. النصر كتحتاج لفوز أو تعادل أمام الهلال باش أنها تحسم الدوري. اشنو بان لكم؟ واش كريستيانو غادي يقدر يقود النصر السعودي باش انه يحقق اول بطولة دوري ليه مع النصر؟ تهلاو.